السلام عليكم. معاكم محمود احمد، سلسله الدروس الخاصه بنا ان شاء الله في لغه برمجه بايثون 3. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الانتربريتر والكومبايلر والفروق ما بينهم. هنتكلم النهارده عن اللو ليفل لانجويجز، بعد كده هننتقل للهاي ليفل وهنشرح ازاي تحول من الهاي ليفل للو ليفل، وهنقول يعني ايه انتربريتر وازاي بيشتغل، وهنتكلم عن الكومبايلر وازاي بيشتغل. اللو ليفل لانجويجز هي اول لغات ظهرت للتعامل مع الكمبيوتر، هي الماشين لانجويج، لغه الكمبيوتر اللي هي الزيرو وال1. اللغه دي كانت بتميز انها صعب جدا ان انت تكتبها، كل الاوامر او اللي انت بتكتبها كلها 0 و1، لكن كانت بتاخد وقت قليل جدا ان هي تتنفذ لان هي لغه الكمبيوتر، مش محتاج ان انا احولها لحاجه. اللغات دي كانت زي لغات السي والاسمبلي، لكن كان عيوبها ان هي صعب ان انت تكتبها، وكانت مش بورتابل، يعني الكود بتاعها بيرن على الجهاز اللي انت كاتب الكود عليه بس، ما اقدرش ان انا اخده الجهاز. بعد كده العلماء طورتها وظهرت الهاي ليفل لانجويجز. الهاي ليفل زي لغات السي شارب والبايثون والجافا وما الى ذلك. واللغات دي سهل ان انت تكتبها لانها اشبه ما يكون بلغتنا احنا لغه الانسان، وتاخد وقت قليل منك ان انت تكتبها، يعني ممكن تعمل حاجات كتير بكود صغير مقارنه باللو ليفل. وبتميز بان هي بورتابل، يعني تكتب الكود بتاعك على برنامج وتقدر تشغله على اكتر من برنامج. واللغات دي زي السي شارب والبايثون. لكن الكود اللي انت بتكتبه هاي ليفل علشان يشتغل يتعمل له ران لازم يتحول الاول للو ليفل عشان الكمبيوتر يقدر يفهمه، اللي هي الزيرو والواحد. طب ازاي التحويل ده بيتم؟ التحويل ده بيتم بطريقتين. الطريقه الاولى ان انت تستخدم انتربريتر، ودي بعض اللغات شغال عليها زي بايثون. الطريقه الثانيه ان انت تستخدم الكومبايلر، ده اللي شغال عليه زي السي شارب والجافا. خلينا نتكلم عن الانتربريتر. الانتربريتر هياخد الكود اللي انت كتبته اللي هو السورس كود ده، هياخده سطر سطر، مش هيستنى لما انت تخلص الكود. كل سطر انت بتكتبه هيروح على الانتربريتر يتنفذ ويطلع الاوتبوت على طول. ده بتبان في البايثون لو احنا فتحنا الانتربريتر بتاعنا وكتبنا 5 زائد 2 مثلا 7 على طول، النتيجه هنا ظهرت على طول. السطر اللي انا بكتبه بيتنفذ على طول. علشان كده بتاخد وقت قليل في التنفيذ، يعني انا لو كتبت كود كبير مش هياخد منك وقت كبير لان كل سطر انت بتكتبه بيتنفذ على طول. عكسها هو الكومبايلر هياخد السورس كود بتاعك اللي انت كاتبه ده وهيحوله لاوبجكت كود، وبعد كده الاكسكيوتابل اللي هو الاوتبوت بتاعك. الكومبايلر هياخد الكود كله، يعني اول سطر انت كتبته لحد اخر سطر، وبعد كده ياخد كله ده يحوله الاوتبوت. الكومبايلر بياخد وقت كبير شويه في التنفيذ لانه بيحول كل الكود. كده الدرس بتاعنا خلص النهارده، اتمنى يكون عجبكم واتمنى الفروق تكون وضحت ما بينهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.